سنة 2017 كان في طالب جامعي اسمه محمود مختار. محمود في يوم اتخانق مع أهله والموضوع كبر شوية، فساب لهم البيت ولم هدومه وقال أنا هعتمد على نفسي، هما يعني بيعملوا لي إيه؟ وقرر يشتغل في قهوة في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهناك اتعرف على 4 شباب. لما لقوه شاب كويس ومحترم قالوا له تعالى اقعد معانا في السكن طالما مش لاقي مكان تقعد فيه. محمود وافق وراح قعد معاهم، وبعد اسبوعين واحد فيهم اقترح عليه انه يسيب الشغل في القهوه ويشتغل معاهم في شغلانه كويسه وفلوسها حلوه. محمود قال لهم قولوا لي الاول تفاصيل الشغل قبل ما اسيب شغلي في القهوه. قالوا له تمام، بالليل واحنا في السكن هنشرح لك التفاصيل. جم بالليل بيتكلموا وهم بيشربوا الشاي، عمك محمود حس انه بيفقد وعيه شويه بشويه، وبعد فتره بقى مش قادر يتحكم في نفسه، وحس باصحابه شايلينه وبيركبوه عربيه، وبعدها ما حسش بحاجه. ما بقاش غيره وهو في مستشفى بيسال انا فين، محدش رد عليه، وبعدها فقد وعيه مره تانية، وفجاه صحي لقى نفسه تحت كوبري بهدوم المستشفى غرقان في دم. وبالصدفه حد معدي شافه، كلم اهله اللي جم اخدوه وراحوا بيه على المستشفى، وهناك اكتشفوا ان كليته اتسرقت. 2 خدوني في عربيه ملاكي وحطوني تحت كوبري الدق في الشارع كده بالمرياله. مش حاسس ان في الم، حاجه مفتوحه في بطنك؟ مش قادر. سرقوا كليتك صح؟ كان في دم، كان في محلول نازل مني كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الساينتست. أصدقائي الساينتستس، العالم مليان بأصناف كتير من التجارة، تجارة أغذية، ملابس، أدوية وغيرها كتير. لكن تجارة النهاردة تجارة من نوع خاص، تجارة قايمة على أجسام البشر، مش تجميل ولا علاج. دي تجارة فيها أرواح بتتباع وناس بتتفكك قطعة قطعة عشان ناس تانية تعيش، ألا وهي تجارة الأعضاء. في البداية خلونا نعرف الأول الفرق بين تجارة الأعضاء ونقل الأعضاء. هما الاتنين مختلفين طبعا يا عزيزي. نقل او زرع الاعضاء هو ببساطه لما دكتور ياخد عضو من جسم شخص بموافقته وركز على بموافقته دي، زي كليه، كبد، قلب، رئه، ويزرعه في جسم شخص تاني عشان الشخص التاني ده مريض وعنده عضو بايظ ومحتاج واحد شغال عشان يعيش. ودي حاجه قانونيه ومفيش فيها اي مساءله قانونيه. العمليه كلها بتتم في المستشفيات وبحضور اطباء واستشاريين متخصصين، وفي وجود اجهزه وادوات طبيه متخصصه للنوع ده من العمليات. والنوع ده بيحصل في كل دول العالم تقريبا. الله، طالما الموضوع قانوني كده والناس بتروح المستشفيات والكل موافق وزي الفل، ليه بقى تجارة الأعضاء دي؟ الحقيقة يا عزيزي عشان تفهمها لازم تبص على الأرقام. لو جينا نبص على أمريكا هتلاحظ إنه بيحصل فيها سنويا أكتر من 40,000 عملية زراعة أعضاء، وده عدد قليل جدا، لأن طبقا للإحصائيات ففي 100,000 مواطن أمريكي سنويا بيكون محتاج عملية زراعة أعضاء، لكن الأعضاء الموجودة مش كافية. ولو بصينا على دول تانية هنلاقي الوضع مشابه وأحيانا أسوأ. في المملكة المتحدة مثلا في حوالي 7,000 شخص في قائمة الانتظار لزراعة عضو، لكن بيتم إجراء أقل من 4,000 عملية سنويا. في الهند طلب أكبر بكتير، أكتر من 200,000 مريض محتاج زراعة كلية بس، لكن ما بيحصلش غير حوالي 12,000 عملية سنويا. ومن خلال مقارنة عدد الحالات اللي محتاجة متبرعين بالأعضاء اللي هم كتار وعدد المتبرعين اللي هم قليلين هتلاحظ وجود فجوة كبيرة بين المعروض وبين الطلب. ولأننا أصدقاء مش في الجنة، فمع الاحتياج ده ظهرت السوق السوداء للاعضاء البشريه، والسوق دي بتكبر يوم بعد يوم لانه سوق مربح جدا، زيه زي الدعاره والمخدرات وتجاره السلاح. بس الفكره هنا ان اعضاء الانسان هي السلع. هتقول لي طب ازاي بتتم عمليه نقل الاعضاء في السوق السوداء دي؟ بص يا صديقي، الموضوع على قد ما هو مرعب الا انه منظم جدا. واول حاجه هي اختيار الضحيه. تجار الاعضاء بيختاروا شخص فقير او مشرد او مهاجر غير شرعي. هنا في كليتين، واحده يمين وواحده شمال، واحده شغاله والثانيه محطوطه ستيبل. في حاله ان دي بتتشال دي بتشتغل. انا المفروض ما اقولكش الكلام ده، انا مراتي وعيالي عاملاها. او حتى مريض في مستشفى حكومي، بعدها بيبداوا يستدرجوه يا اما بوعد بالفلوس او عن طريق عمليه وهميه او عن طريق خطف مباشر زي حاله محمود اللي ذكرناها في بدايه الحلقه. بعدها بقى بياخدوه وممكن يقتلوه عادي ويبداوا في سرقه اعضاء. لكن عمليه كبيره زي دي بتحتاج مكان مخصص ليها سواء مستشفى او عياده خاصه، وهنا بيظهر دور الاطباء منعدمي الضمير اللي بيعملوا العمليات دي في مستشفيات غير مرخصه، او ممكن تبقى مستشفيات مرخصه لكن اصحابها شركاء في الجريمه. وطبعا اللي بيدخل المستشفيات دي بيدخل من غير اوراق ولا اهل ولا اي حاجه تثبت انه كان موجود، يعني حتى لو حاول يرفع قضيه فهو حرفيا كأن لم يكن. في المستشفى بقى العضو اللي بيستخرجوه بيحتفظوا بيه في درجه حراره معينه عشان العضو ما يتلفش، وطبعا في اثناء العمليه دي بيكونوا عارفين كل عضو رايح فين والمين. واوقات كتير بتتم عمليه نزع عضو من شخص وزرعه في شخص تاني في نفس التوقيت. ولو بتسال دلوقتي ايه الاعضاء اللي بيتم الاستفاده بيها في تجاره الاعضاء، فحرفيا كل حاجه، مفيش حاجه مش
بيتم الاستفاده بيه، لكن الاشهر هم الكبد، الكليتين، الرئتين، القلب والرحم، كمان القرنيه، نخاع العظام، الجلد والاوتار والغضاريف. عندك الكليه مثلا بتتباع في السوق السوداء بحوالي 30 ل 100 الف دولار، والكبد ممكن يوصل ل 150 الف دولار، اما القلب فحاليا وصل لفوق ال 200 الف دولار. لكن في المقابل الضحيه اللي بيتاخد اعضائه بياخد ارقام عبيطه. في حالات في مصر والهند وبنجلاديش بيبيعوا العضو ب 5000 جنيه مثلا، واكبر رقم ممكن يوصل له بيكون نص مليون جنيه. ده طبعا غير السرقه اللي ممكن تحصل وانت بتبيع كليتك، فتطلع من غير كليه ومن غير فص في الكبد او من غير البنكرياس. ولو انت متصور ان الموضوع ده بس بيحصل في الدول الفقيره او اللي نسبه الجهل فيها عاليه، فخليني اصدمك واقول لك ان تجاره الاعضاء موجوده في كل حته في العالم تقريبا. في تقارير من الامم المتحده بتقول ان في دول عظمى فيها عصابات متخصصه بتدير سوق تجاره الاعضاء، زي الصين مثلا اللي مصنفه انها رقم 1 عالميا في تجاره الاعضاء البشريه. بيخطفوا الناس، بيستهدفوا اللاجئين او الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام، وطبعا بيستغلوا الناس اللي بتبيع اعضائها من الفقر. وفي تقارير بتقول ان 95% من الاعضاء البشريه اللي بيتم الاتجار بيها في الصين بتكون من المساجين او مسلمي الايجور اللي بيعتبروا اقليه ومضطهدين من الحكومه. الصين كمان بتستخدم جلود البني ادمين في صناعه مستحضرات التجميل النسائي، وبيدخل للصين سنويا اكتر من 20 مليار دولار من تجاره الاعضاء. اما في الشرق الاوسط فالكيان المحتل هو رقم 1 في تجاره الاعضاء، لكن للاسف هم مش بيتاجروا في اعضائهم، هم بيتاجروا في اعضاء اخواتهم. وخلال الحرب الحاليه تم اكتشاف عدد كبير جدا من جثث الفلسطينيين متشوهه ومتاخد منها اعضاء كتير زي القرنيه، الكبد وكلى الجلد، وده خلى اسرائيل عندها اكبر بنك جلد في العالم. اللي كان صادم بالنسبه لي هي مصر اللي تم تصنيفها من قبل منظمه الصحه العالميه ضمن اكبر 5 دول في العالم في تجاره الاعضاء. وناس كتير قالوا ان اطفال الشوارع في مصر عددهم قل جدا وبشكل مفاجئ، وده بسبب شبكات تجاره الاعضاء الواسعه المنتشره في كل مكان. في النهايه لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه. اشوفك بخير، سلام.